بيك عزيزي المشاهد، سواء كنت على قناة الطريق الفضائية أو على موقع الأقباط متحدون. يعني عايزة أقول لك طبعا أنت عامل إيه دلوقتي في البرد اللي إحنا موجودين فيه؟ يا ترى رجلك اتعاصت واتبهدلت في المية؟ يا ترى اتلسوعت مثلا من سلك كهرباء عريان؟ يا ترى شفت حادثة أو كنت طرف في حادثة موجودة على أي طريق؟ اطمنت على أهلك اللي لو كانوا موجودين في اسكندرية وشفتهم وهم عايمين على وش المية والبيوت اللي نصها شبه غرقانة؟ عامل ايه عزيزي المشاهد في مشروع النهضة اللي لسه في بداياته، ويعني الحمد لله قربنا نموت قبل ما يكمل المنتصف بتاعه. النهارده كان من المفترض بينا ان احنا نناقش مسألة قضية مقتل ابنتي يعني توفيق اندراوس صوفي ولودي، ولكن طبعا لسوء الاحوال الجوية احنا حاولنا نتواصل مع المصادر لكن للاسف ما قدروش ان هم يوصلوا في الميعاد. وان كان بقى في موجود معانا ضيفة عزيزة جدا جدا على الأقباط متحدون، وعزيزة كمان اولا على قلبي شخصيا انا بحبها خالص، الا وهي الزميله هند مختار المدير المسؤول عن مكتبه ابجديه في وسط القاهره، وكانت زميلتنا من سنتين ثلاثه في الأقباط متحدون. اهلا بيكي يا هند، منورانا بجد، منورانا جدا رغم كل هذا البرد اللي احنا موجودين فيه. وجزمتي اتمازت يا ريت ما تنزلش لتحت عشان منظرنا صعب. يعني الناس قبل فعلا مشروع النهضه ده يبدا او لسه في بداياته، لكن احنا خلاص تعبنا جدا على الاخر. نهضنا النهارده المواصلات عامله ازاي؟ نهضنا لقد هرمنا على الاخر. لا بصي اقول لك على حاجه، بس يعني الموضوع ملوش علاقه بمشروع النهضه. يعني الدنيا طول عمرها زحمه، واحنا الشعب ومصر غير مهيئه لاي حاجه غير طبيعيه، لا مهيئه الحر ولا مهيئه البرد. والناس بتخاف بقى تسمع ان في مطره تطلع تجري تلحق تروح. ما اعرفش المطره مرعبه في ايه، بتعمل ايه؟ المطره ده جميله وحاجه لطيفه في كل بلاد العالم اللي بتمطر مثلا طول السنه بيستمتعوا بالمطره، بيمارسوا حياتهم وكده. احنا بنحب كده يعني الكتمه. يعني ملاحظه حاجه ان فعلا زي ما انت بتقولي ان الامطار في اي بلد بيحبوا يستمتعوا بيها. يعني حتى ده الناس كتبوا شعر في حكايه الامطار وحب تحت المطر بقى والكلام والاغاني بتاعت المطر نقعد نسمعها ونتبسط قوي، لكن لما تمطر انا نتضايق. احنا قافلين كل حاجه مطمن ان كله تمام خلاص. لكن كمان انا ملاحظه ان في خطوره، عارفه يا هند، في الشارع مساله الاسلاك العريانه، الكابلات بتاعه الكهرباء. فدي برضو حاجه مش جديده، بصي بس يعني دي كوارث. هي كوارث يعني لو اي حد معدي ممكن يعني ياخد بس كده يعني طبعا هيموت. مع اختلافي البشع مع مشروع النهضه طول الوقت عمري ما هتفق معاهم ابدا. بس انا عايزه اقول ان احنا عندنا حاجات قديمه يعني مش جديده علينا، يعني ما جاتش بعد النهضه، ما جاتش بعد النهضه، بس الحقيقه النهضه ما نهضتش عشان تعمل اي حاجه كويسه. بس يعني فالاسوأ ابتدى ان هو ينمو اكتر. يعني انا فاكره ان اسكندريه مثلا من 3 4 سنين ما كانت بتمطر فيها على فكره، ما كانش بيحصل الكلام ده. ليه بقى؟ هو ده السؤال. اعتقد ان ممكن لو احنا جينا كده تقمصنا شخصيه حد من جماعه الاخوان ان هم هيقولوا لك الله ده موروث، طب ما تصلحوا ده فلول. هم يعني من ايام مبارك احنا هنعمل ايه ولا ايه؟ لا تعمل حاجات كتير على فكره. هو المفروض ان هو فعلا ياخدوا على الاقل الخطوات للتغيير، لكن انا بصراحه مش شايفه ان في اي خطوات للتغيير. يعني انا مش بطلب التغيير في 24 ساعه بس احس ان في تغيير. احس ان في حاجه بتتعمل. يعني الاقي بوادر تغيير في اي حاجه، الاقي من طريق مثلا اتشال منه الزباله مثلا، الاقي ان البلاعات اتسلكت بنبدا نسلكها، ففي اماكن اللي سلكناها كويسه واللي شغالين فيها مش كويسه، تحس ان في حاجه ايجابيه. لكن طول الوقت ما فيش اي حاجه ايجابيه، حاجات سلبيه 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 سلبيه. صح فعلا، يعني للاسف هي عماله الدنيا توسع في الشكل ده، لكن عايزين نقول ان خلال الايام الجايه درجات الحراره هتقل، يعني بكره هتقل، الجو هيبتدي يتحسن من يوم السبت، فبكره كمان هتقل 4 درجات عن النهارده، فده هيبقى مش كويس خالص. يعني الناس تاخد بالها، بالذات اللي هم على الطرق ياخدوا بالهم من وسائل الامان. يعني مش لازم تسرع بقى في الوقت ده، ولازم تركز وتمشي صح وتشوف يعني الدنيا هتبقى عامله معاك ازاي، عشان ما فيش داعي ولا برضو الناس تعدي، يعني ما تعديش في الكورنيش، في الطرق، في الحاجات دي. نتمنى يعني عشان ما تبقاش الازمات تكبر وتعلى. المهم هند، انت يعني انت شابه او انثى مستقله بالفكر، مستقله في العمل، في الحاجات دي كلها في زمن الاخوان، انت شايفه الوضع بالنسبه لك ازاي؟ يعني كمان انت مسلمه لكن انت مثلا مش محجبه، فكل الحاجات دي في عصر الاخوان انت شايفاها عامله لا هو انا بس عايزه احط نقطه، انا ناجحه ومستقله او وات ايفر يعني من قبل الاخوان. فايه اللي هيخليني اغير وجهه نظري وتفكيري في زمن الضغط؟ لا مفيش ضغط، الضغط موجود طول الوقت. هل انت عايزه تستجيبي للضغط ولا لا؟
هي مساله مبادئ. يعني لو انت غيرتي مبدأك عشان زمن او عشان عصر، يبقى انت كان ده كله كان كده، وانا ما بحاولش اكون كداب. وبعدين زمن الاخوان ايه بقى لهم 6 شهور. بس هم يعني ماشي 6 شهور، لكن هم برضو بيقدروا ان هم يفرضوا سيطره في حاجات كتير جدا. لا اللي في ناس عندها انت شايفه ان استعداد. الستات اصلا موجودين يا هند دلوقتي؟ لا بصي، الست موجوده طول الوقت فين؟ في كل حته وباشكال كتير. وباشكال كتير، مش لازم تكون امراه عامله مثلا او صاحبه منصب او مثقفه او بتاع. حتى في الثقافه التلقائيه الشعبيه بتاعت المواطن المصري العادي، اللي احنا كلنا مثلا استقاهنا من جداتنا ومن امهاتنا ومن الناس الكبار في السن. لا الست المصريه موجوده في كل المجالات، مش لازم تكون يعني على قمه المجتمع الاجتماعي، ومش لازم تكون ظاهره، هي محرك للاحداث بصوره او باخرى. فانا مين قال ان الست المصريه مش موجوده؟ لا موجوده، موجوده وفعاله جدا. طيب كلمينا برضو عن الضغوط اللي انت مثلا ممكن تواجهيها او ازاي تتعاملي معاها كامراه شابه في مجتمع منغلق من زمان، مش من دلوقتي، منغلق. ما اعتقدش ان انا بتواجهني الضغوط اللي هي يعني ما اعرفش، يمكن حتى على المستوى العائلي ما عنديش ده. يمكن انا مش عارفه ان انا يمكن انا الضغوط اللي بتواجهني مع الناس المصريين عندهم نوع من انواع الرحرحه، مفيش التزام بمواعيد، اللي يتعمل النهارده يتعمل بكره، اللي يديكي ميعاد وما يجيش. يعني فكره مثلا ان انا قاعده في مجتمع ريفي مش في القاهره، فالناس بتبص لي على اني كائن فضائي جاي من كوكب اخر. طب ما هي دي على فكره من ضمن الضغوط. هي مش ضغوط، يعني هي مش ضغوط، هو انت لما طب تلاقي انت حد. ليه كائن فضائي بالنسبه للمكان اللي انت ساكنه فيه؟ انا قاعده في الفلاحين. اه. يعني لا ستايل شكل ولا لبس ولا تصرفات، وبعدين ما حدش قادر يستوعب طبيعه المهنه اللي انت بتشتغليها دي ايه. انا هحكي لك موقف طريف، هو يندرج تحت بند السوقيه يعني او التحرش. مش عايزه اقول تحرش لان هو ما كانش تحرش. المهم يعني انا مروحه البيت، كانت حوالي الساعه 2 بالليل، وراكب جنبي صموان، شخص كده ما اعرفوش، وتقريبا بيركب معايا كل يوم بس انا ما بركزش يعني. يمكن عشان البنت الوحيده اللي بتروح في الميعاد ده فانا ظاهره. فبيقول لي: وانت بتشتغلي ممرضه عشان كده بتروحي كل يوم متاخر؟ عارفه الممرضه دي من الافلام العربي. فهو يعني اولا الممرضه مش عيب مبدئيا طبعا. ومفيش اي شغلانه عيب، هو الفضول عاوز يقول لي انت بتشتغلي ايه. فانا الحقيقه لو قعدت اشرح له من هنا لغايه السنه الجايه انا بشتغل ايه مش هيفهم. فانا قلت له انا بشتغل شغلانه لو قعدت اشرحها لك من هنا لغايه بكره الصبح مش هتفهمها، فبص قدامك وخليك في حالك. دي مش ضغوط، دي مضايقات عاديه يعني، فضول بقى، تحرش، يعني ما تقدريش تديها مسمى، ما بسميهاش ضغوط بس. يعني بس انت برضه بتتعاملي معاها بذكاء. اكيد بقى فرق الخبره والسن والحوارات يعني ما يمكن الضغوط اللي كانت موجوده طول الوقت ان انت عايزه تثبتي نفسك يعني بشكل معين. تثبتي نفسك بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا كنت عامله روايه، روايتي الاولانيه، انا عايزه رائعه رائعه. يا ريت تقولي اسمها عشان الناس مش متذكره اسمه بالظبط. اسمها قالب سكر. قالب سكر، عشان فعلا الروايه رائعه، صغيره وجميله فيها محتوى ومعاني كتير. انا ما كنتش عايزه انشرها ببلاش. يعني من ضمن الضغوط اللي كانت مش عليا لوحدي كهندي، يعني على كل الادباء الشباب، اديني فلوس وانشر لك. تمام. لا اديك فلوس ليه؟ انت هتاخد فلوس من ورايا، ده اكل يعني، ده شغلي ان انا بكتب. يقول لك طيب مش ما تدينيش فلوس ومش هديك فلوس وانشر لك، طب ليه؟ فدي مثلا ضغوط بس مش على شخصي على فكره، يعني تبقى برضو موجوده على الناس كلها. قدامك حاجه من الاثنين، انت مستعجله على النشر او مستعجله على الظهور فبتوافقي، فبتبقى الفرحه ناقصه شويه، يا اما تفضلي بقى مصممه على مبدأك ان انا هنشر وهاخد فلوس فتتاخري او ما تنشريش خالص. يعني ما كانش مش ضغط عليا انا تحديدا، طبيعه طبيعه الوسط الادبي اللي هي يعني كلهم بيتعاملوا طبيعه معاهم دور النشر. طبيعه دور النشر. طيب لو احنا مثلا انت بتقولي اني انا كانت الضغوط او الحاجات ان انا ازاي اثبت نفسي بشكل معين، ايه الشكل اللي هند مثلا شايفاه ان هو النموذج اللي يقترب من المثالي للمراه بالنسبه لها، ان هي تقول انا كده ابتديت يعني احقق نفسي في الشكل الصح؟ لا مش قادره استوعبك قوي. يعني مثلا دلوقتي انت يعني عملتي ايه او بتشوفي ازاي انا قدرت احقق اللي انا عايزاه، انا ده اللي انا بقرب منه؟ لا عملت حاجات كتير يعني. لا يعني بصي انا طول الوقت عندي حاجه، بس انا عايزه كل واحد او كل راجل وست، مش شرط يكون ست، انت عايز ايه؟ وبعدين طول الوقت تحاول تكون
تكون انت ما تكونش الاخرين. اشرح لنا اكتر. ما هو انا مش لازم ارضي الناس، عشان يعني لو حاولتي ترضي الناس وتكوني زيهم ما اختلفتيش. لكن لو كل واحد بقى نفسه هتلاقي فيه اختلاف. هديكي مثال هو بعيد شويه اللي بنتكلم فيه عن عن موضات اللبس والمكياج ومش عارف ايه. تمام. النهارده مثلا مكياج الممثله اللبنانيه فلانه، النهارده فستان الممثله التركيه مش عارف ايه، النهارده ستايل كذا. تمشي في الشارع تلاقي الناس كلها شبه بعض، سواء كان لايق عليهم او مش لايق عليهم. نفس الحكايه في تحقيق النجاح. يعني في كل الاوساط مثلا على كل المستويات المهن، سواء مهن ثقافيه او اجتماعيه او كده، في الحياه كده يبقى لها ستايل. تمام. هل لازم تعمله ولا لا؟ يعني مناسب ليك ولا مش مناسب ليك؟ هو ده السؤال. انت فين من ده؟ انت ايه شخصيتك اللي عايز تفرضها على الناس؟ يوم ما تحقق نجاحك على المستوى المهني وتفرض اسلوب حياتك على الاخرين، مش تفرضه عليهم يعني يبقوا زيك، تفرض عليهم تقبل اسلوب حياتك. مش ضروري اكون زيك. يعني مثلا فكره ايه، انا فنان لازم انام بالنهار واصحى بالليل، مش بالضروره على فكره. طبعا. يعني فاهماني ازاي؟ اصل انا مثقف لازم اقعد على القهوه واشيش، مش بالضروره عشان تبقى مثقف تقعد على القهوه وتشيش. ففي ستايل لايف كده بيخطف الناس. هل ده في جزء منك ولا لا؟ فانا حاسه ان انا حققت نجاح كبير ان انا محتفظه بالستايل لايف بتاعي ومندمجه مع الاخرين. واعتقد ان انا عملت شغل كويس عجب قطاع كبير من الناس. مش هقول كل الناس، محدش ليه مهما كان الناس كلها بتحبه، ده مستحيل. بس انا حاسه ان انا في ناس كتير مستنيه مني اكتر، وده في حد ذاته شيء كويس. صحيح. انا عايزه اقول لك ان لو كل الناس ابتدوا يحبوكي يبقى تعرفي ان في حاجه عندك انت غلط. بالظبط. انت كده ابتديتي ترضي كل الناس. اه. عارف اللي هو بيشتغل على كل الالوان. فده مستحيل وغلط. لكن الواحد لما بيكون عنده اتجاه ممكن يعجب بعض الناس، ممكن البعض التاني ما يعجبهمش. اعتقد ان هنا الانسان بيبقى متوازن وصح. لكن كلهم بيحبوه يبقى انت على كل لون يا باتيستا يا مان. بالظبط. مفيش شك في ده. طيب كويس جدا. يعني فكره ان احنا كانثى بالذات، انا كمان مثلا يعني طبعا احنا قريبين من بعض في السن، اني عايزه اثبت للناس الفكر اللي انا بعتقد فيه، بشوف فيه نفسي الامراه اللي انا عايزاها، مش اللي انتوا بتفرضوه عليا، مش الوضع الاجتماعي ده. انا كبسنت على المستوى الشخصي هقول لك بيعمل لي حاله من حالات الاقصاء. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا اذا كنت في محيط كفتاه كامراه بتفكري بشكل معين، بيبتدوا البنات التانيين يقولوا ده ايه الدماغ دي بقى؟ لا ما هو ده بقى، احنا مش يعني مش هنقعد نتكلم مثلا. لا ما هو ده اللي انا بقى دايما عايزه اتكلم فيه. حتى لو انا عندي فكر مغاير صح او غلط بصرف النظر، تمام، يعني لازم يكون عندي اسلوب في الخطاب اوصل بيه للطرف الاقل شويه. يعني ما يبقاش فيه تعالي في الخطاب. التعالي هنا ما يبقاش متعمد. احيانا التعالي ما بيبقاش متعمد، لكن الواحد عشان متعود على ان هو يتكلم مع ناس معينه في ليفل معين، فبيتحول ده مع الوقت لطريقه كلامه. ما بيقدرش يوصل فكره للاقل منه شويه، فبتحصل هنا عمليه الاخطاء. المشكله انا بكلم مين وفين وامتى. طب لو مثلا انت بتقولي في منطقه ريفيه، جت مثلا واحده كده صاحبه والدتك ولا اي حاجه، انا بديكي مثال افتراضي، قالت لك ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي ليه؟ طبعا عندي الرد جاهز. او مثلا مش عيب كده؟ مش هتتوبي بقى؟ مش هتغطي شعرك زي ما والدتك هي مغطيه؟ لا انا والدتي مش مغطيه شعرها. هتقول لك مثلا اي حاجه ثانيه، ما بنت مش عارف مين مغطياه. طب ما البلد كلها مغطيه شعرها. انا بنت اخويا محجبه بس هي حره. تمام. انت بقى ساعتها عشان نتواصل وعشان تتواصلي مع الفكر ده. لا هنا ما فيش تواصل. هنا في يعني نظام قطع الرقبه. اللي هو ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي ليه؟ عندي جمله مش عايزه حد يزعل منها، ما فيش رجاله. ايه ده؟ ماتوا يعني ولا ايه؟ مثلا لما تقول لي انت مش محجبه ليه، اقول لها ما تجيش تتجوزيني لابنك. لا تصدقي ردنا حلوين جدا. يعني فاهماني ازاي؟ لا ده مش ده مش فتح الحوار. ده اسلوب انتقادي، لان اللي قدامك قد يكون عاوز يعمل زيك ومش عارف يعمل زيك، فبيحاول يحطمك، او هو مقتنع انت غلط وهو صح فبيحاول يرشدك للطريق الصحيح، ودي حاجه ما تخصش حد. انا بتكلم على الفكر، بمعنى يعني انا بتكلم على التواصل مع الاخرين فكريا. تمام.
في حاجات ممكن تكون مفيده ليه هو. انا مش هتجيلي واحده لابسه حجاب واقول لها ده حق ما تخصنيش. لو انا عايزه ابقى انسانه ليبرال ومؤمنه بالحريه، كل واحد حر في مظهره. مش هطلب منك انك تكون زيي، وانا مش هطلب، وانت ما تطلبش مني ان انا اكون بالضروره زيك. صحيح. لكن لما نتكلم مثلا في مناطق تصرفات خاطئه، ما بتبقاش بتوجيه الامر المباشر. يعني مثلا لو هنتكلم مثلا في فكره الاسراف في الميه مثلا ده موضوع، مش هقول لها لا تصرفي في الماء عشان خاطر النيل هينشف وبتاع، هتبص لي طبعا نظره عبثيه جدا. نيل وينشف مين؟ بالظبط يعني. فده هيبقى نوع من انواع العبث. اللي بتكلم في ايه؟ مم. ولا مثلا هقول لها ما توديش بنتك مدارس الحكومه ووديها مدارس انترناشونال علشان تطلع مش عارف يعني. طبعا ده كلام مم. ده كلام يعني ملوش علاقه. لكن لما اقول لها مثلا ايه، خليها تكمل تعليمها، تقول لي ما انا عايزه اجوزها. فاقول لها طيب ما هي لما تكمل تعليمها وتشتغل في حته كويسه تجيب لها عريس كويس. فتبداي تنزلي المستوى الفكري بتاع الاخرين اللي يخليهم يتقبلوا منك الحوار. هي كل همها انها تجوز بنتها، اذا مثلا تخرجها من المدرسه او تاخد دبلوم او تخطبها وهي في الجامعه عشان تضمن لها عريس كويس. طب ما تلعبي في دماغها انها لما تخلص تعليمها تشتغل في مكان كويس هتجيب لها عريس كويس. فنبدا نتحاور مع الناس بمنطقهم وبفكرهم، مش بمنطقنا احنا وفكرنا احنا. لكن هقول لها ان اهميه التعليم للمراه كذا تكمن في مش عارفه ايه. وعلى فكره يعني عشان كده انا ما بحبش الخطاب النخبوي ده خطاب ده الناس بتتكلم مع بعضها. طب كويس، يعني بما ان برضو بنتكلم على النخبه، في سيدات ظهروا في عهد سوزان مبارك بشكل كبير جدا وكان ليهم تاثير ما. الستات دول اختفوا في خلال السنوات، ابتدوا يتساقطوا لغايه ما انتهى ان هم اصلا شبه مش موجودين، لان هم اصلا ما عندهمش وجهه نظر. هم محطوطين هنا يقولوا الكلام ده. ما في ناس مستمره من قبل النظام بتاع مبارك ومن قبل النظام، يعني من انظمه كتير او من عهود مش مالهاش دعوه بالنظام السياسي. في ناس صوتهم مسموع من زمان ومش فارق معاهم النظام السياسي. في ناس كانت بتيجي تصدر لك فكر معين، محتاج حد يتكلم بالنيابه عني عشان انا ما ينفعش اتكلم في الموضوع ده. فالناس دي طبعا بتنهار لان هم مش اصحاب فكر. تمام. لكن اصحاب الفكر موجودين طول الوقت، ما تقدريش تقولي ان هم مش موجودين. دلوقتي بقت في قيادات تانية خالص، يعني مع طبعا احترامنا لاختلاف الناس في ان هي تلبس اللي هي عايزاه، لكن بقت قيادات ليها شكل وملابس دينيه معينه وبقت بتتكلم بنمط معين. يعني دايما بيكون في حاله تركيز على دور المراه الاجتماعي، ان هي تتجوز وتخلف وترضي الله وترضي الله بملابس معينه. فكره الستات دول لما ابتدوا دلوقتي يطلعوا يكونوا هم القيادات النسويه اللي موجوده، وهم قيادات تشبه زوجة رئيس الجمهورية، دول برأيك ممكن يأثروا على شريحة النساء الأكبر في المجتمع ازاي؟ بصي هقول لك على حاجة. أنا مش ضد الجواز ومش ضد إن الناس تتجوز ومش ضد إرضاء الله ومش ضد الحجاب، أنا مش ضد الحاجات دي كلها. تمام. لكن أنا ضد، بصي هقول لك على حاجة كمان، بالعكس أنا لو حد منعهم إن هم يكلموا يحطوا صباع في عينه، بس هو ما يجيش حد يحط صباعه في عيني عشان أعمل اللي هو عايزه. في العهود السابقة أو في الأنظمة السابقة ما كانش حد بيفرض عليكي وجهة نظر. هما كانوا بيتكلموا والكلام عاجبك خديه، مش عاجبك ما تاخديهوش. تمام. هل دلوقتي هو بيتكلم من منطلق انا بقول لك وجهه نظري، انت عايز تاخدها تاخدها، مش عايز تاخدها ما تاخدهاش؟ لا، ساعتها انا لازم احارب. ده حاجه. تاني حاجه، احنا شعب نحب جدا الذي ينهانا، الذي يامرنا بالمعروف، ونكره جدا اللي ينهانا عن المنكر. ده بجد. ليه؟ ازاي؟ دي مش معقوله دي، يعني اللي بيسمعنا دلوقتي يقول لك ده احنا لا، احنا نحب الذي يامرنا بالمعروف ونكره جدا اللي ينهانا عن المنكر. ده حقيقي. هقول لك على حاجه، مثلا هاتي حد مثلا يقول لك اعملي حاجه لوجه الله، طلعي حسنه، طلعي صدقه، مش عارف ايه، تخشي الجنه، هتعملي ده. خلي حد يجي يقول لحد ما تشيش، ما تشربش سجاير، ما تسهرش، ما تسكرش، يحط صباعه في عينه. يقدس جدا اللي يامره بالمعروف ويكره جدا اللي ينهى عن المنكر، او اللي هو بيصنف تحت فكره المنكر. وات ايفر بقى كان المنكر ده اللي هو احيانا اصلا ما بيكونش منكر في الاساس يعني. صحيح، يعني صحيح بيدخل في اطار الحريه الشخصيه. فعشان كده انا شايفه ان الناس دول يعني، او شايفه ان طائفه السيدات دول ما عندهم، مش هينجحوا لان هم ما عندهمش حاجه
حقيقيه ملموسه تتقدم للناس او للسيدات او للمجتمع هتكون مفيده. تمام. يعني مثلا تطلع لي واحده تقول لي عايزين مش عارفه نلغي قانون التحرش. طيب يعني ماشي، هتبقى في فئه مؤيداها لسبب من الاسباب. طب والقطاع العريض من الناس هتأيدك؟ اعتقد لا. هل دي افكار يعول عليها اصلا؟ يعني هو بيقدم لي ايه؟ اللي بيقدمه لي تحت بقى ستار الدين، تحت ستار السياسه، تحت ستار الحريات، تحت ستار اي مكان. هل انا الفكره دي مقبوله اجتماعيا؟ يعني منطقيه ان انا اقول للناس تعالوا والنبي اتحرشوا يعني تحاولي تجيبي لها يمين تجيبيها شمال، ما تقدريش طيب ماشي، احنا هنلغي التحرش، قانون التحرش بالسيدات، لان السيدات فاتنات ومثيرات وبيعملوا حاجات مش كويسه بتخلي الرجاله ويلبسوا ضيق وحاجات كده مش تمام. طيب هل احنا كسيدات لا نفتن بالرجال؟ ده السؤال. احنا عمي يعني انا المفروض كامراه دلوقتي لما احب هافتن بامراه زيي؟ انا الحمد لله انسانه طبيعيه فهو هنا الطرح طول الوقت هو الخوف من عقليه المراه. ان عقليه المراه لو نضجت وبقى عندها وعي وبقى عندها فهم، المجتمع بيتقدم الى الامام جدا. وانت طول الوقت مش عايزه هذا المجتمع يتقدم الى الامام، فبتحاولي تخليه يتخلف. هيتخلف ازاي؟ يوم ما تكون الام متخلفه هتطلع بنات متخلفين، هتطلع رجاله متخلفين، هيبقى عندك ما شاء الله مجتمع متخلف. فهو طول الوقت المرأة عورة والمرأة جريمة والمرأة. طب وانا كامرأة، طب ما انت بالنسبة لي فاتن جدا كراجل، تلاقي الراجل من دول لابس القميص مفتوح لحد نص صدره، مبين الشعر صدره، لابس السلسلة، عامل لي السكس باجز بتوع بطنه، عامل فيهم عضلات، ضارب شعره جل وماشي عامل كده. طب ما هو ده مش يعني ده مش مثير يعني؟ ولا المفروض ان انا لما اشوفه اقعد بحلق له ما اغضش بصري يعني؟ ولا انا مش فاهمه. بس هم على فكره فعلا عندهم مشكله، يعني بما اننا بقى في جلسه فضفضه وصراحه هم عندهم مشكله ان هم بيعتقدوا ان احنا بس فقط المحرك لمشاعر الاعجاب عندهم او الافتتان او ايا كانت، في حين ان هم يعني لو هم حضروا جلسه بنات هنلاقينا برضه بنتكلم عن الرجاله، بنتكلم عن الولد ده امور وده مهتم بنفسه وده عضلاته جامده وده طويل وده قصير، يعني هيلاقوا ان احنا بنتكلم على نفس الحاجات. ماشي، انا ما عنديش مشكله خالص. اذا يعني الغي قانون التحرش بالسيدات وانا هنزل اتحرش بيك كراجل هيقول لك كمان لا لو هيستحمل اوكي، لا ده هيبقى ضرب بقى مش هيقدر لان الاهانه هنا هتبقى عاليه جدا وهو مش متعود عليها. احنا الحمد لله اتعودنا على هذه الافعال، بنقابلها بقسط وافر جدا من البرود الا في بعض التجاوزات، فاهماني ازاي؟ لكن هم مش هيقدروا يعني يتحملوا التحرش بيهم الحقيقه. طب كويس، احذروا يا رجاله هنتحرش بيكم ونبهدلكم. بالظبط. طيب تمام، اتعرضتي لاي موقف تحرش يا هند مثلا؟ اتعاملتي معاه ازاي؟ لا انا اتعرضت لمواقف كثيره طبعا، وانا الحمد لله يعني لا ينقصني الجرأه ولا طولة اللسان ولا طولة الايد. يعني انت شايفه ان البنت لازم تكون جريئه في ان هي يعني ترد هذا التحرش باي شكل من اشكال العنف البدني مثلا؟ ما هو في الاول العنف اللفظي، يعني يصدق العنف البدني موجود جدا ومتاح الحمد لله. انا عايزه اقول اني انا مثلا برضه كبسنت بلاقي دايما حكايه التحرش دي يعني بتصيبني بحاله صعبه جدا، بتعب جدا، يعني مش بتخيل ان مثلا واحد بينتهك جسد اللي قدامه او بيحاول يعمل قدامه اي حاجه تبدو مثيره علشان يعني يحفزه. ما هو طول الوقت بيتعامل مع، يعني اللي مصدرنا طول الوقت ان المراه ما بتحسش. لا مش ما بتحسش، ان اي ست قبل يعني مش لاقيه لفظ بس مهذب اقوله الحقيقه ان اي ست مشروع امراه فاسقه. اي ست موجوده على ظهر الارض مشروع امراه فاسقه الا ان يثبت العكس. فهو بيتعامل بهذا الاساس. بس انا عايزه اقول برضو ان المتحرش في النهايه هو لا يمكنه تخيل حجم الاهانه اللي هو بيحسسها للست اللي قدامه. لا ومش متخيل حجم الاهانه اللي بتوصل يعني اللي بتنصب عليه لما مثلا يتشتم في الشارع او لما يتضرب او لما يتجر من هدومه ويروح اقرب اسم، او لو مثلا لو لقيتي حد شويه عنده شويه نخوه وشويه رجوله مسكوا الناس كملت عليه.
يعني لو اصابك انت باهانه 1% هو اصاب نفسه اهانه 100%. انا عايزه اقول لك ان من كتر فعلا حكايه حده التحرش في المجتمع، آه، الواحد بقى يخاف لو في مكان عام مهم. ان هو مثلا يركب اسانسير مع حد مهم. ما يعرفوش، مهم. ان هو مثلا يقعد فتره في مكان مع حد ما يعرفوش. يعني عارفه بقت تحسي ان بقت الرجاله بقت عندهم عدم الاحترام للانثى بقى كبير. تحسي ان انت مثلا لو انت لابسه لبس كويس انت لابساه عشان انت تحسي انك كويسه، تلاقيه هو قاعد لك بقى كده. وعلى فكره ممكن يكونوا في مجال عام ومركز مع اي حاجه، لا يعني بس مركز مع اي حاجه إيه غير انت مصدره ايه برضه في النهايه؟ مم. انت مصدره خوف ولا مصدره ثقه؟ ما هو خلاص بقى لازم الواحده مننا تتعلم ان هي ما تصدرش الخوف، بالظبط ان يعني هي لازم تصدر الثقه، واني انا هردعك بالظبط. يعني تنسى ان انا هسيبك كده. يعني انا لو انت طول الوقت مصدره ان انت خايفه، اوكي، مم. هيبقى عنده فرصه ان هو يعني يفكر زي ما هو عايز. مم. لو انت مصدره طول الوقت ان انا مستنياك تعالى لو عايز تعمل حاجه، لا هو هيبقى خايف من جواه. مم. هي نظريه في النهايه نظريه نفسيه جدا. مم. هي فعلا نفسيه جدا. انا كنت مره سمعت حوار للدكتور احمد عكاشه فبيقول ان المراه من الكائنات اللي يعني يعد شبه مستحيل اغتصابها، مم. بمعنى ان هي اذا كانت لديها القوه مهم. مع نفسها مش ممكن راجل يقدر يغتصبها. اضافه كمان الى انها ما تصدرلوش حاله ان هي فعلا خايفه منه. الخوف منه ده بيديله احساس بالقوه اكتر، بالظبط. لكن لو هي وضحت له ان هي مش خايفه منه مهم. فده هيحسسه بان هو هيتراجع، بالظبط. لان هو اللي هيخاف، هو اللي هيبتدي بعد كده ان ان هو هو يخاف. يهابها جدا. طبعا مهم. طبعا. وهي قويه. وبعدين في النهايه لازم برضو لازم نطول ايدنا بصراحه. اه الموضوع زاد دلوقتي زاد قوي، فلازم ما فيش حل غير ان هي تلوشه على طول. لا مش مشكله عادي مش هيحصل. الغريب ان ممكن تلاقي مثلا طفل 10 سنين مهم. بيعاكس. ما هو علشان هو يعني ما تزعليش مني، ما هو شايف باباه بيعاكس، شايف اخوه الكبير بيعاكس، شايف المدرس بتاعه في المدرسه بيعاكس، شايف التلفزيون. يعني في الاغنيه اللطيفه جدا بتاعت مطرب الجيل العظيم تامر حسني، يعني الاغنيه اللي كانت كلها تحرش اللي كان بيمثلها مع زينه في اللي احد هي اكتر الافلام، حاجه عجباني ان فيكي فيكي هي دي. وده وبالظبط على اماكن حساسه في جسم بالظبط المراه. يعني النموذج بتاع الجيل واحد متحرش، مم. اغنيه بتبث في الفضائيات. فيعني متوقعه منه ايه؟ مم. متوقعه منه ايه؟ مم. ما بيحترمش في النهايه جسد المراه اطلاقا. ما هو لما يشوف مدرس بتاعه، لما المدرسه مثلا المس تعدي في الطرقه تلاقي اتنين مدرسين بيتكلموا عليها وهو سامعهم ويضحكوا. لما يبقى قاعد مع باباه مع اصحابه الرجاله يقول له عكست كام واحده النهارده. لما كل واحد يقعد يحكي امجاده في التحرش بالنساء عبر تاريخه العظيم جدا، اللي هو اصلا ملوش اي تاريخ، هو تاريخ وهمي. على فكره الراجل يتكلم عن تاريخه كتير تعرفوا انه حبر على ورق. بالظبط تاريخ وهمي يعني. تمام. فمطلوب منه ان هو يكون اداؤه عامل ازاي. مهم. كل حاجه في المجتمع مثيرات ليه بالظبط. كطفل. يعني طول الوقت انت مش هتبقى راجل الا لما تعاكس واحده. وانت النهارده وابني بيبص على بنت الجيران كبر كبر وبقى راجل كده يعني. فمتوقع منه ايه يعني؟ في حين ان والله ان الرجاله كائنات لطيفه، يعني انا مش شايفه انها كائنات غلبانه جدا. تستحق كل الرعايه. والله يعني هم قطط. لا والله لا مش مساله قطط، هم كائنات وديعه وديعه جدا. طب كويس. طب احنا عايزين نعرف بقى الكائنات الوديعه دي نتعامل معاها ازاي. يعني ده محتاجينك تعملوه لنا في كتاب. هذا الكائن الوديع نتعامل معاه ازاي. يعني ليا صديق يقول لك الرجاله افيال طيبون. صحيح. لكن يعني في كمان حاجه دلوقتي الى ان فكره السينما، وانت مهتمه بالسينما، اكيد سمعتي عن المدعو عبد الله والفنانه الهام شاهين. طبعا. ما زال دلوقتي. يعني احنا كنا زمان يا هند بنشوف سعاد حسني، شاديه، الناس دي كنا بنحترمها ولا لا؟ كنا بنحترمها. وبنحترم اي حد بيمثل. بالظبط. كانوا بيلبسوا مايوهات. كانوا سعاد حسني ورشدي اباظه لبسوا كتير قوي يعني. واحنا نحب بالعكس. يعني انا عن نفسي انا كتير كنت بشوف مثلا قبلات رشدي وسعاد مع بعض مع الاسره على فكره. كلنا بنتفرج على التلفزيون مع العيله يودي وشه الناحيه الثانيه. ايه ده؟ ليه دلوقتي بقت كل حاجه جوه السينما؟ وبما انك معنيه بمجال السينما في الاول يركزوا يقول لك اعتلاها. ما هو علشان عارفه بقى كلام قذر جدا. هو لم يعتليها. يا ترى حس بالبوسه ولا ما حسش؟ يا ترى مش عارفه هو إيه؟ في سببين او في اكتر من سبب. يعني يمكن السبب الاولاني ان السينما هنا بتلعب دور تثقيفي عالي جدا. هو بتعلمك انك تحترمي الاخر
طول الوقت. ده حاجه. تمام. تاني حاجه السينما تقصدي زمان؟ لا السينما يعني السينما اساسا مكون ثقافي. تمام. مش أكتر يعني، هي سيبك من الترفيه والتسليه وكل الكلام ده كله، مم. هي مكون ثقافي بتشكل وجدان الانسان. مم. مع طول المشاهده ومع طول المتابعه بتشكل فكر. مم. تاني حاجه هي بتجيب منين؟ هي بتجيب من جوه المجتمع اللي هي عايشه فيه. يعني تمام. ده كان ستايل لايف بتاع الستينات والخمسينات، المايوهات، النوادي، السهر، العلاقات الانسانيه المفتوحه. ما كانش فيه فكره الهوس الجنسي. تالت حاجه انا شايفه ان يعني مش عايزه اقول شيخ عشان دي كلمه مش تمام يعني. هذا الرجل، هذا الكائن، مش عايزه اقول برضو هذا الرجل، ان الرجوله دي حاجه كبيره جدا. هذا الشخص هو عنده ازمه جنسيه ما. لا انا مش هين تحديدا. اعتقد يعني هو ودي عنده انهم تبعها جدا، ودي اول مظاهرات كانت نزلت بملابس يعني اه شبه عاريه يعني هو عنده مشكله معاها. هو يعني مثلا ممكن تكون فرقه احلامه. واحده كانت شبهها يعرفها ما رضيتش بيه، وات ايفر النموذج الانثوي اللي هو بيحبه ومش لاقي واحده زيها تبص. هو عنده مشكله نفسيه، هو محتاج ان هو يتعالج. لكن دي حاجه يعني هي فنانه محترمه ليها كل التقدير يعني، هي او غيرها. مش هي بس، هي المشكله فيه هو تحديدا. هو اللي عنده ازمه، هو اللي محتاج ان هو يتعالج. طب دلوقتي بقى في كتير من الفنانات يعني عشان يجوزوا، زي منى زكي، زي هند صبري. هند صبري كانت يعني جايه من تونس بقى، وكانت منفتحه جدا، وظهرت اول حاجه في مذكرات مراهقه. مذكرات مراهقه، واتكلمت، وكان بالنسبه لها مشاهد عاديه، مشاهد القبلات والاحضان وما الى ذلك، المشاهد الحميميه في السينما وجه عام. دلوقتي بعد جوازها لا، يعني بقت تقول اصل انا لازم اراعي ان بنتي بكره هتشوف الفيلم ده. فنانه زي منى زكي، اصل انا لازم اراعي ان جوزي شغال في المجال ده. بصي هقول لحضرتك على حاجه. اما السينما تقتطع منها المشاهد اللي هي بتحصل في الواقع، يبقى ايه الموقف؟ لا سيبك من انها تحصل في الواقع، بتحصل في الواقع. انت من البدايه تعمل حاجه انت مقتنع بيها ولا مش مقتنع بيها؟ هو ده السؤال. المشاهد الساخنه في السينما هيها المشاهد الساخنه في الادب. هي يعني يفرق ايه ان انا اكتب في قصه قصيره او في روايه مشهد جنسي عن السينما؟ ما يفرقش حاجه. يعني انا لما هيبقى عندي ان في ناس يعني في هنا في متلقي وهنا في متلقي، بل بالعكس في الادب انا بشغل خيالك اكتر. صحيح. لكن انا في السينما بفرض عليكي رؤيه معينه. فهنا متلقي وهنا متلقي. هو انا لما هكتبه كورق مش هيكون صبه في جبيني، لكن لما همثله هيكون صبه في جبيني. هي مساله مبدا. ما عنديش مشكله خالص مع اللي رافض ده من البدايه كوجهه نظره، هو حر تماما، بس ما يمثلش. اوكي انا عايزه امثل ومش هعمل ده. كل واحد حر. كل واحد حر تماما. ولكن ما تجيش تعمله وتقول لي اصل انا لما جبت عيال بقى ما ينفعش. طب وتاريخك بقى القديم هتولع فيه؟ لو ده مبدأك من البدايه يبقى اوكي. يعني لو ده فكرك يبقى ده كان مبدأك من البدايه. ولا انت عشان عايز تنتشر او عايز تبقى كذا او عايز تحط رجلك على الطريق فبتتنازل وبعدين لما تبقى. صحيح. يعني كمان بالاضافه يعني انا شايفه دلوقتي ان الفنانين بقوا يحسبوها بالسنتي. بمعنى ايه؟ اني انا مثلا ممكن اعمل كده بس ما يوصلش لكده. ممكن البس مثلا مايو بس ما يبانش رجليا، تبان من فوق. ممكن البس مش اعمل يعني اكون يعني هو في مثل مصري يعني بيقول لك عيني فيه بقول اخيه يعني ما هو ده. يعني ما يعني هي هي المبادئ ما بتتجزأش، وجهات النظر ما بتتجزأش. يا اما احنا دخلنا نلعب ماتش كوره، يا اما نلتزم بقواعد ماتش الكوره، يا اما ما نلعبش ماتش كوره. انت دخلتي مثلتي، يا اما تلتزمي بقواعد التمثيل طالما ما حدش طلب منك انك تعملي فيلم بورنو، يا اما ما تمثليش. وعايزه اقول ان الستات في السينما ما بتبثش لوحدها، الرجاله بيبوسوهم على فكره. لا بس الراجل دايما معفي من اي خطأ. يعني رب الرجاله غفور رحيم ورب الشديد العقاب. ما انا مش مش فاهمه بجد. صح. لا يعني بس يعني حتى المجتمع نفسه لا يحاسبه. مراته مش تيجي تقول له انت اتبست في الفيلم ده. يعني مثلا هي جوزها هيتضايق، طب وده مراته مش هتولع؟ يعني مش فاهمه. ما هو برضو ازدواجيه في كل حاجه. كأنه هو يعني لو اعتبرنا ان ده خطأ على المستوى الفني فهو خطأ نسائي. صحيح. هو يعني هم دلوقتي للاسف بيكبروا الموضوع اكتر،
كده هنوصل الى حاله سينما ايه بقى؟ هتبقى عامله ازاي؟ لا هي سينما مش مبنيه على المشاهد الساخنه في انا العموم. فاهمه. هتبقى عامله ازاي يعني؟ هتبقى مثلا بنناقش اي موضوع، بنناقش اي قضيه، كل حاجه عندنا حاسبينها بالسنتي؟ هي مش حكايه فانتي، هي بصي هي الفكره حتى من يعني هي من البدايه حتى كل واحد له اسلوب في الكتابه، كل واحد له اسلوب في الاخراج. مثلا زمان كنت بتلاقي فنجان القهوه بيدلق والشباك بيتفتح والريح بتعدي وحاجات كده. ده اسلوب يعني. في ناس تانية بتحب تستخدم الاسلوب الصريح، في ناس بتحب تستخدم الرمزيه، ده اسلوب. هو كل واحد بيستخدم الاسلوب اللي هو عايز يعمله من غير ما يكون مفروض عليه. المشكله بس في مساله الفرد. مساله الفرد، انا عايز استخدم الرمزيه، انا شايف ان انا هقدم مشاهد كويسه جدا او فيلم عبقري جدا بالرمزيه بتاعتي دي، اوكي؟ ده اسلوبي. في واحد تاني شايف ان هو لو قدم المشاهد بصراحه معينه هتديله شكل احسن وفيلم اقوى وعمل ابداعي احسن، ده اسلوبه. في النهايه هنا المتلقي هو اللي بينجح ده او بيفشل ده. صحيح. لكن مش جبر في العمليه الفنيه المشاهد اللي هي المشاهد الساخنه. بس اللي انا بتكلم فيه ان انا داخل العب جيم، يوافق على الورق ده وامثله بالطريقه اللي احنا هنعملها، يا ما وافقش يقول لا، وما نقعدش بقى نزايد على بعض. يعني المشكله ان احنا طول الوقت كمصريين في جميع المجالات الحقيقه، فنيه سياسيه اجتماعيه صحفيه على مستوى بعين الخضار وصناعين الميكروبات، طول ما احنا قاعدين بنزايد على بعض. ده فعلا يعني للاسف هو حقيقي. بس مين اكتر ممثله من الشباب بتعجبك ادوارها؟ لا هو انا عندي مشكله، انا ما عنديش هوس بممثل او ممثله. لا يعني حاسه ان لا هي انا ما عنديش جيدة. الهوس، لا انا ما عنديش الهوس ده، انا عندي بحب الممثل الفلاني في الدور الفلاني بس. فما تقدريش تقولي مين اللي بيعجبك او مين. انا عندي بقى الهوس ده. لا ما انا جدا بحب منى زكي طبعا، بس بحس ان هي طول ما هي مستمره في فكره بالسنتي هتفقد كتير. لاني مثلا في احكي يا شهرزاد كان في مشاهد قاب قوسين يعني قعدت بعد كده هي تدافع عنها جدا وتقول مش انا اللي كنت على جهاز المشي، مش انا اللي مش عارفه ايه. فحسيت ان يعني ده مش صح، لان انا بحترم الشخصيه اللي هي بتعملها، ماليش دعوه كام سنتي من عندها باين، كام سنتي حصل. فده بحس ان ده ممكن يعطل مسيرتها. لكن في ممثله تانية شايفه ان هي موهوبه جدا، شابه ومنفتحه، ومنى شلبي وبتعمل اي ادوار يعني حتى لو كانت في مشاهد صعبه. وهي بدات مع يوسف شاهين يعني طبعا مشاهد عملتها فيها فوضى كانت صعبه جدا. لا كان قبل منها كان فيلم الساحر مع رمضان. وطبعا وفيلم الساحر بس يعني كفكره نفسها اللي هي عندها الاستعداد. برايي ان الخوف على منى شلبي في حاجه واحده، ان هي تفتقد لبعض الثقافه، فممكن بتاثيرات من المد الديني ان هي تبتدي تغير رايها للعكس. لا هي فكره التاثير بتاع المد الديني ده هو ملوش دعوه بالثقافه قد ما له دعوه انت عايز ايه برضه. يعني هي نفس القصه. هي نفس القصه. ما هو انت ممكن يكون شكلك مثقف بس انت من بره يعني حاسس ان انت مش صح قوي، فلما حد يجي يدوس عليك كده تبقى ماشي معاه. وممكن تكون حد ما عندكش قدر كافي من الثقافه بس انت مقتنع جدا باللي بتعمله، شايف ان انت جوه زي بره، فمحدش هيجي يقدر يسيطر عليك. صحيح. الثقافه احيانا بتكون واجهه مش حقيقه. طبعا. كان في بالنسبه بقى للممثلين الرجاله كان في برنامج اسمه سمر والرجال في رمضان طبعا. يعني انا شفته بس للاسف يا ريتني ما شفته، لانها جابت كل الممثلين الرجال واللي هم البارزين وقعدت تسالهم شويه اسئله كده وحاجات. للاسف يا هند كانوا موكلين ضحاله ما بعدها ضحاله. عارفه يعني انت لازم تسكت يا حبيبي علشان انت لما بتتكلم الناس المعجبين بيك اصلا مش هيحبوك. فللاسف كان في حاله ضحاله كبيره لصالح الراجل اللبناني. يعني للاسف ان اللبناني كان بيبقى فاهم هو بيعمل ايه وبيعمله ليه. ما هي الضحاله دي بس مش يعني ما تبقيش برضه متجنيه قوي عليهم كفنانين يعني. ما الضحاله دي عندك في الشعب المصري كله في اغلب ايه بس المفروض هو يعني بقى كده هو. لا ما هو نتاج هذا المجتمع يعني طب يعني احنا هنبقى عايشين كده في الضحاله فوق وتحت وكله ولا ايه؟ لازم بقى الواحد يحاول ينشر الفكر على قد ما يقدر يعني. لا بس كانت يعني مؤسفه جدا، كان عندهم كتير جدا من الافكار اللي تجاه المراه اللي هي يعني. لا وبعدين مثلا ممكن رهيبة. يكون ان هو فاكر كده ان هو ماشي مع الموضه، ان لو قال اراءه الحقيقيه اللي ممكن تكون اراء سليمه جدا ما يبقاش له جمهور، يعني يبقى في حسابات ثانيه لو ممكن يزعلوا منه بالظبط. فممكن يبقى لكن
يعني بيتكلم من منطق تاني شويه، غير منطقنا احنا، غير منطق يعني بيبقى عامل حساب المتلقي اللي قاعد قدامه. لكن برضو كان في رجاله كبار في السن مصريين، يعني زي عايزه ابو عوف، ومع طبعا الاحترام للالقاب، اعتقد كان فنان تاني بس مش متذكره الاسم، كان عندهم افكار اكثر انفتاحا من الشباب اللي هم الصغير تجاه المراه. اوكي، لان هو برضه نتاج زمن مختلف كمان، يعني هو نتاج زمن مختلف وعايش في زمن مختلف وشاف الامور بنظره مختلفه، فاكيد هتكون اراءه مختلفه. وشاف ست مختلفه. وشاف ست مختلفه. يعني في النهايه انت بتفرضي، بصي انا شايفه طول الوقت ان المراه هي اللي بتفرض وجهه النظر دي على الراجل. قادره تكون انها تقنعه. يعني بصي انا مثلا يضايقني قوي، بتضايق جدا واحده تيجي تتخطب وتروح متحجبه. انا مش ضد الحجاب بس انا بتضايق من الايه، من الفكره. طب انت عملتي ده ليه؟ عشان بقى تبسطه وترضيه كده ومش عارف ايه. طب انا بقى هسيب الشغل، هو طلب منك ده، لا هو لازم يطلب يعني. فاهمه الاداء ده؟ احنا بنمارس طقوس مش حقيقيه في العلاقات الانسانيه خالص. يعني اللي هو مثلا لازم نجيب لبعض دباديب حمراء في الفالنتاين. طب افرض انا ما بحبش الدباديب الحمراء، عايزه حاجه ثانيه. هو مثلا الراجل مش عايز دبدوب، محتاج حاجه ثانيه. لازم تمسك الموبايل بتاعه وتقعد تفتش مين بعت له رسائل ومين كلمتك ومين ما كلمتكش، ولازم يتكلموا. وفي ناس لسه بتعمل حاجات لا كتير جدا. ولازم يتكلموا مع بعض في التليفون بالليل قبل ما يناموا، مع انها ممكن تكون تعبانه جدا ومرهقه ما عندهاش حاجه تقولها، او هو ما عندوش حاجه يقولها، او هما الاثنين عايزين يناموا بس ما عملوش الطقس. فاحنا اصلا ما بنعرفش نمارس الحياه على طبيعتها، احنا بنمارس طقوس. فيوم احنا كستات نتخلص من هذه الطقوس ونفرض اللي احنا عايزينه الحقيقي، او نقدم اللي احنا مش بلاش نفرض دي، هنقدم اللي احنا الحقيقي اللي احنا عايزين، اللي انا عايزاه. ساعتها هتلاقي وجهه النظر للمراه مختلفه. لكن انا بعمل زي جارتي، اللي جارتي بتعمل زي بنت خالتها، اللي بنت خالتها بتعمل زي صاحبتها، اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اول الحلقه، ان محدش عاوز يكون نفسه، كل بيمارس الطقس اللي شايف ان هو بيرضي الاخرين. صحيح، ده يعني للاسف فعلا ان هي بتبقى لازم نعمل شويه حاجات عشان نحس بالموضوع. عشان احس ان انت بتحبني فلازم يبقى لينا شكل معين في العلاقه. لا ونعمل زي الناس. زي الناس. طب فين احنا بقى؟ فين الخصوصيه حتى بتاعت العلاقه؟ مفيش. لازم لما يجي لها يعني مثلا لازم يبقى حالق دقن. طب لو ما حلقش دقن هيحصل ايه؟ مش هيبقى ناعم. وبعدين بقى نتجوز فنكتشف بقى الحقيقه المره. ان الحياه مش بيرفكت قوي زي ما كنا واحنا مخطوبين بنمثل على بعض الحنيه. طب ما خلينا من الاول طبيعيين جدا ونعمل الحاجات اللي احنا بنحبها. ولما تكون في حاجه مش عاجباني اقول والله الحاجه دي مش عاجباني ما تعملهاش، او الحاجه دي مش عاجباني ما تعملهاش، تكون حاجه حقيقيه. يعني تكون حاجه فعلا مش عاجباني، مش لان الناس قالت انها المفروض ما تحصلش فانا اعملها. والله ساعتها لو استريحنا مع بعض هنكمل، ما استريحناش مش هنكمل. بالظبط. لكن عشان احنا بنمارس الطقوس وما بنمارسش العلاقه فالعلاقه بتفشل. طبعا يعني بنسبه كبيره فعلا، يعني ده احد اهم اسباب فشل العلاقات، وان كان طبعا في اسباب تانية كتير. ما مدى مسؤوليه الراجل من وجهه نظرك يا هند تجاه الانثى بتاعته؟ يعني اذا هو كانوا متجوزين ايه مدى مسؤوليته عنها؟ يعني مسؤوليته النفسيه عنها، مسؤوليته الماديه عنها، مسؤوليته الاجتماعيه. هل برضه لازم يبقى فيه شكل معين من المسؤوليه، ولا يبقى كل واحد بقى مع نفسه؟ لا هو بس هو المشكله بصي يعني المشكله ان الرجاله مطحونين جدا. وبعدين احنا بنبقى عايزين منهم كستات رد فعل معين، شكل عاطفي معين. وهو بيترجم الحاجه لامور ثانيه. يعني ست عيانه مثلا عايزاه يطبطب عليها يقول لها سلامتك، هو عمال يترجمها ان هو عايز يجيب فلوس من مدير الدكتور وعايز يجيب فلوس الدواء، هو خايف عليها وعاوز يحقق لها اكبر قدر ممكن من يعني من الرعايه والاهتمام، بس هو بيبص لها بمنظور مادي. ان عياها ده عايز مصاريف للدكتور، عايز مصاريف للمواصلات، عايز يجيب الدواء، طب مش هتطبخ، طب عايزين نجيب اكل من بره، طب بكام الفلوس، طب كذا كذا كذا. هو بيبدا يبص لها بشكل مادي شويه، لان دي المسؤوليه اللي عليه، وهي طالبه منه حاجه ثانيه خالص بقى في سكه ثانيه. فبيحصل هي عايزه بقى حضن كده معلش حبيبتي تبقي كويسه. فالحقيقه ان هم عليهم اعباء كبيره بيقوموا بيها الحقيقه، بس بيقوموا بيهم يعني من وجهه نظرهم مش من وجهه نظرك انت. فانت هي طول الوقت ان هو مش رايك،
بس لو قعدتي حسبتيها هتلاقي لا، ما هو مطلوب منه ان هو مثلا يودي مراته عند الدكتور، مطلوب منه مسؤوليه ان يكون رجل مسؤول. مطلوب منه راجل مسؤول، مم. ما عندوش يعني حته الايه، البراح ان هو يمارس طقس عاطفي دلوقتي. مم. انت محتاجاه دلوقتي هذا الطقس العاطفي، بس هو مش فاضي الحقيقه، مش فاضي مش عشان خاطر هو مش فاضي لك، مش فاضي عشان هو مشغول بيكي مم. بس بصوره اخرى. مم. احنا بس كل واحد فينا نتكلم في السكه ده. صحيح. طيب انا بشكرك جدا يا هند ان انت النهارده كنت موجوده معانا، وشايفه ان انت متفائله رغم كل الحاجات اللي موجوده. لا، ما هو انا متفائله طول الوقت، لان اي مجتمع متفائله تجاه المراه كمان. طبعا، لا الستات كائنات جميله والرجاله كائنات فظيعه يعني كائنات واحنا كائنات فضائيه. بالظبط، انا وانت كائنات فضائيه ايوه انا كنت لسه هقول لك بالنسبه للمجتمع طبعا. وبعدين قريبا سوف نوصل بقى المحميه طبيعيه، ده الناس أكيد. هيجي يتفرجوا على الناس اللي فيها بفلوس هتبقى كويسه قوي. كائنات وسط البلد، ده موضوع تاني، دي ممكن تعملي عليها حلقه بقى بجد فعلا، ونجيب بقى اشكال الكائنات كده وشكلهم ايه، وممكن باحث علوم بيولوجيه في حاجه كده، يعني علوم وخلاص. حاجه في ان هو العلم. يشوف الموضوع. طيب في نهايه الحلقه يعني عايزاكي ان انت توجهي رساله للستات اللي هم جوه بتاعهم مش زي بره، مش قادره تعمل توازن بين جوه وبره. هي مش قادره تعمل توازن من جوه بره، هي فاشله. فهي فاشله. فانت ما جربتيش الطريقه، انت خايفه تجربي الطريقه الثانيه لا تفشلي، في حين ان انت في الاساس فاشله. طب ما تجربي الطريقه الثانيه يمكن تنجحي يعني. انا اخترت، انا جربت طريقتك فاخترت، طب ما اجرب طريقتك يمكن افلح. يعني طول ما انا عمال اخسر عمال اخسر عمال اخسر، ده في مشكله. حد جه قال لي على طريقه ثانيه ما اجربها، ما انا خسرانه، هخسر ايه تاني؟ صحيح. شكرا ليكي مره ثانيه هند مختار، مدير مكتبه ابجديه في وسط القاهره. احنا طبعا هنحاول نتابع عن كل الانشطه بتاعتك يا هند في الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا دايما يوفقك. لو انا مشاهدي الاباط متحدون ومشاهدي قناه الطريق، انتهت حلقتنا النهارده من ساعتين على الهواء. يعني نامل لمصر السلامه في ظل اليومين البرد دول، خدوا بالكم من نفسيكم. اما رساله بقى من السيدات مني انا للسيدات اللي هم بيشوفونا سواء عبر الاباط متحدون او عبر فضائيه الطريق، انك حاولي انك تكوني جوه زي بره. اللي انت عايزاه لنفسك تحاولي ان انت تعمليه، وتكافحي ان انت تعمليه، وتدفعي ثمن اللي انت بتعمليه، علشان مش ضروري ان انت تعجبي كل الناس. ما برضو كل الناس مش بيعجبوكي. انت اختاري النمط اللي انت حابه تكوني فيه، الفكر اللي انت عايزه تبقي فيه، واعمليه وما تخافيش من حد، لانه احسن كتير من ان انت تلبسي توب مش بتاعك. تصبحوا على خير.